جربوها. رح احكي لكم بعض من الافكار تتناسب اكثر مع الشيء اللي انتم بتحبوه وبتفضلوه. فكالعاده احبائي ومثل ما تعودنا خلينا ننزل على التعليقات نصلي على الرسول حتى اكسب اجر انا وانتم. بتمنى تضغطوا لايك لو انتم عم تحضروا بالفيديو، بكون كثير ممنونه لكم. خذوا الفيديو مشاركه على صفحاتكم حتى ترجعوا له وقت تحتاجوه، ونقول بسم الله ونبدا. في البدايه بطبق كبير ضفت 3 حبات من البيض وبضيف عليهم 2 كوب من الحليب بدرجه حراره الغرفه بسعه الكوب اللي انا مستخدميته 250 مل. بدمج مكوناتي كلها مع بعض كيف ما عم بتشوفوا معي. بعد هيك رح اضيف عليهم 2 كوب من الطحين اللي انا مستخدميته هو طحين متعدد الاستخدامات، ممكن تعتزي لحد 2 كوب ونص. هلا خلال العمل بقول لك امتى تستخدميه وامتى تستغني عنه. ضفت ملح وفلفل اسود، بضبط الملح والفلفل الاسود انتم حسب ذوقكم. تمام. ايضا بدمج مكوناتي مع بعض ليصير عندي قوام سلس خالي من اي تكتلات. لازم هذا القوام يكون معك اتقل من قوام الكيك. تمام. لو حسيتي القوام عندك شوي مرق فيك تضيفي نص الكوب الثاني. وهلا رح اعطيكم بعض من الخضار اللي انا استخدمتها وانتم شو ما عندكم حطوا. انا ضفت بندوره كرزيه، ضفت معلقتين كبار من البقدونس، فلفل ملونه اللي هو الفلفل الرومي، احمر مع اخضر نص حبه من كل لون، ضفت فطر، ضفت زيتون اسود، ضفت حبه من البطاطا او البطاطس قطعتها لمكعبات صغيره وما تقلقوش هي بتستوي معاكم وبتنهري تماما. ضفت معلقه كبيره من البيكنج باودر وبدمج كل مكوناتي مع بعض. لو حبيتوا تضيفوا قطع نقانق مقطعه لدوائر صغيره المعلبه بيمشي الحال، حبيتوا تضيفوا فطر مع فليفله بيمشي الحال، حبيتوا تضيفوا بس بطاطس مع بقدونس كمان ولا احلى ولا اروع. وعلى فكره هي بطاطا مع بقدونس بتاخد العقل بس هيك لحالهم بدون اي مكونات تانية يا جماعه، عن جد بتشهي. صينيتي مقاس 28 مسحتها بمسحه بسيطه من الزيت ورشيت عليها شوي من السميد الخشن. تمام. بعد هيك ضفت العجين كيف ما عم بتشوفوا معي. مباشره رح اضيف جبنه موزاريلا وبضيف شوي من حبه البركه وشوي من السمسم، ني او محمص مش كتير بتفرق. بهذا الوقت انا بكون محميه الفرن على درجه حراره 250، بعد هيك بنزله لل 180. لا احبائي بالنسبه للبندوره اللي انا استخدمتها او الطماطم هي طماطم كرزيه. تمام. فيكم اكيد تستخدموا الحب المتعارف عليها، بتقطعوها من النص. تمام. بتقطعوها لمكعبات صغيره ولكن تخلصوا تماما من البذور نهائيا لحتى ما تزل معاكم مي كتير. دخلتها على الفرن كيف ما شفتوا، ما بتاخد معاكم وقت، خلوا عينكم عليها. اول ما بيتحمر معاكي الاطراف على طول بتضوي عليها الشواي من فوق، ويا جماعه بتاخد العقل جنب هيك